رجل شج رأسه احتلم فأفتاه بعض الناس بوجوب الغسل، اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين. مشاهدينا الكرام حيثما كنتم وأينما وجدتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة من برنامجكم هلا سألوا عبر الخامسة، قناة القرآن الكريم من الجزائر. هلا سألوا برنامجكم اليومي الذي يجيب عن أسئلتكم الدينية ويتفاعل مع انشغالاتكم الفقهية. نسعد أيما سعادة هذه الحلقة أن يكون معنا فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بويزري مجيبا عن كل أسئلتكم وانشغالاتكم. دكتور سعيد، مرحبا بك. مرحبا. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. يقول تعالى في محكم التنزيل في سورة المائدة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. في هذه الآية الكريمة يحثنا المولى سبحانه وتعالى على مفهوم التعاون في الإسلام، مفهوم اقترن بالبر والتقوى، ونهانا على ألا نتعاون على مفهومين آخرين: الإثم والعدوان. في ظلال هذه الآية الكريمة مشاهدينا الكرام تستوقفنا المدلهمات التي تنزل بنا في عالم اليوم. فالله سبحانه وتعالى ينعم علينا بالمطر أو بالثلج، لكن يحدث أن يتعاون بعضنا على البر والتقوى ويتعاون بعضنا الآخر على الإثم والعدوان. لأجل ذلك نتحدث هذه الحلقة وتحت شعار وتعاونوا لأجل أن نحل مشكلاتنا على مبدأ التعاون. دكتور، وتعاونوا نداء للبشرية، كيف؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكركم جزيل الشكر أخي أحمد على هذا العنوان الذي يتوافق تماما مع ما تعيشه بلادنا من أحداث متعلقة بهذه الاضطرابات الجوية التي حصلت. أجيبكم عن هذا السؤال الذكي النقي من خلال نقاط محددة. النقطة الأولى: قال ربنا سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه الآية الكريمة تعلمنا فقه الابتلاء، كما وعدنا ربنا سبحانه عز وجل في كثير من الآيات أنه سيبتلينا ليعلم أينا، يعني من يتعامل مع الابتلاءات بفقه ومن يكون من الخاسرين فيفشل في التعامل مع الابتلاءات. ربنا سبحانه عز وجل يبتلينا بما يشاء لا بما نشاء. قاعدة ذهبية أولى: ربي أغي جرب سوين يفغى ماشي سوين نفغى. رقم واحد. رقم اثنين: ربنا سبحانه يبتلينا متى شاء لا متى شئنا. أغي جرب سيدي ربي ملمي يفغى ماشي ملمي نفغى. القاعدة الذهبية الثالثة: ربنا يبتلينا كيفما يشاء لا كيفما نشاء. سبحانه. إذا استوعبنا يعني رب ذا غي جرب أكني يفغى ماشي كني نفغى. بمعنى إذا استوعبنا يا أخي أحمد هذه القواعد نفقه ركيزة من ركائز الإيمان، وهي الإيمان بالقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره. فإذا استوعبنا هذه القواعد سنكون من الفائزين. ربنا يقول: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: إذا عاشت الأمة في قحط، قلة مطر،
حتى البهائم تتألم، بل كما ورد في بعض الآثار تلعن عصاة بني آدم. الخروف ولا البقرة كي تروح ترعى وما تلقاش الحشيش تدعي بدعوة الشر على عصاة بني آدم، هما اللي كانوا السبب باش المطر ما ينزلش. ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا صلاة الاستسقاء، ولا يجوز بحال من الأحوال الاستهزاء بهذه المسألة. كان يقول قائل مثلا أولدي صلوا بزاف لا دوز زيادة يجيبوها الناس في القصرة، ولكن لا يصيح القصرة في هذه الأمور. لا، بارك الله. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا صلاة الاستسقاء، ويندب شرعا وفقها أن تكون صلاة الاستسقاء مسبوقة بتوبة ورد مظالم. يا الله. إذن شرعنا شرع حكيم. ربنا سبحانه نزل المطر، والمطر جمعه الثلوج، الله يبارك، ثلوج غطات الجبال، الناس تتمتع. وطبعا احنا عارفين الفائدة العظيمة الاقتصادية والزراعية لهذه المياه التي تتهاطل، وهذه نعمة ربنا سبحانه عز وجل. ولكن حصل ما حصل، ثلوج غطت الكثير من مناطق البلاد، وهناك أضرار وهناك أذى حصل. ولكن رب سبحانه يبتلينا بالثلوج. صحيح. لو كانت ثلوج قليلة الناس تتمتع وتلعب بالثلج وتزهى وتأخذ الصور وكذا والسلام، ولكن حقيقة هناك ضرر وهناك أذى، ولكن ربي باش يجربنا. ونحن الآن في المحك يجرب الجميع المسؤولين والشعب وكل صحيح. الناس. في خضم هذه التجربة ماذا نستفيد؟ رقم 1، الذين يفقهون هذه الآية التي ذكرتموها أخي أحمد، ربنا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكلمة البر هي الكلمة الجامعة لكل خير. معناه في الأخير كاين زوج أصناف من الناس، هناك من يتعاون على البر والتقوى، سأذكر الآن بعض النماذج، وهناك من يتعاون على الإثم والعدوان للأسف الشديد. ولكن احنا نتمنى أن يتعاون جميع الناس على البر والتقوى ولا يتعاون على الإثم والعدوان، ونتمنى أن يكون جميع الناس من الفائزين. من نماذج الذين من أمثلة الناجحين الفائزين الذين تعاونوا على البر والتقوى وترجموا هذه الآية عمليا. لأن المسلم اليوم يحتاج إلى الأنموذج، يحتاج إلى التطبيق. ربنا كلما ذكر الإيمان إلا وتبعوا وقرنوا بالعمل الصالح، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. طيب، من أمثلة الفائزين الناجحين، نزلت أمطار، ثلوج، هناك ضرر، هناك أذى، بدأت روح التعاون تترجم عمليا. اللي عنده زوج بوتيات نتاع الغاز يمد وحدة لجارو ويخلي وحدة لروحه، واللي عنده زوج خبزات يمد وحدة لجارو ويخلي وحدة للعائلة نتاعو، وهكذا في الثياب، وهكذا في سائر الأمور. معناها هي جاءت فرصة لترجمة هذا المبدأ الشرعي الاجتماعي، عنده بعد اجتماعي عميق، التعاون خاصة في الضيق. يا أخي احنا يقولوا في الدرجة في الضيق اللي يبان رفيق، بارك الله هكذا ذي الطيق يدي تسفان ورفيق. إذا كان واحد في الفرحة وفي المنحة وفي الأفراح يظهروا الناس، ولكن في وقت الميزيريا في وقت المحنة ما يبانوش، لا أبدا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يمدح صحابته الكرام قائلا في حقهم أراكم تكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. صلى الله عليه وسلم. شوف الوصف الدقيق النبي عليه الصلاة والسلام لصحابته الكرام، أراكم تكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. ذي الطيق يتبان ورفيق. لذلك ترجموا هذه عمليا من خلال أيضا ترجمة قيمة الإيثار. ربنا قال في القرآن الكريم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وكل واحد ترجم هذه المبادئ عمليا بشكل رائع وبشكل ممتاز. ومما جاءت الأخبار اليوم يعني في هذه النقطة بالذات، مجموعة في قرية، واحد عنده حظيرة نتاع الدجاج وما عندهمش واش ياكلوا. هما أيضا تضرر بالمناسبة، تضرر البشر
وتضرر البقر وتضررت الحيوانات، كان الناس اللي ماتوا، كان كذلك المال يعني الخرفان والحيوانات اللي ماتوا. ولكن شوف التكافل الاجتماعي، هذيك الدشرة حينما سمعت، وبالمناسبة هذه الدشرة اسمها أيث الخير، مربوطة بالخير. جميل. أيث الخير، أيث الخير. هذه الدشرة كي سمعوا بلي هذاك الإنسان جارهم عنده الدجاج نتاعو في البولاي، يعني في الحظيرة نتاعو، وما كانش واش ياكلوا. طبعا الدجاج ما يقدر يمشي، ما يقدر إلى آخره. هما اجتمعوا، قال كل واحد في القرية يشري دجاجة، يشريها عليه وبسعر محترم جدا. اشراوها والله يبارك، وكل واحد ياخذها، إما يأكلها في هذه الظروف ولا يربيها ولا هو حر. ولكن ترجموا، هو طبعا سلوك يعني يعبر ويترجم عن هذا الأمر. وكان المرضى وكان الشباب الصغار الكبار المحسنون كذلك الذين ترجموا يعني قاعدة البر والتقوى حقيقة. والمساجد التي تحركت والأئمة الذين تحركوا والشباب والشابات والكبار والصغار، الحمد لله رب العالمين. هذا يعطينا يعني كما يقولوا حقيقة عظيمة في بلادنا، أن مجتمعنا في وقت المحنة، في وقت الميزيريا، في وقت الضيق، هذيك الخاوة اللي توحشناها حقيقة تبرز كثيرا في وقت المنحة. وربما استحضروا قول الشاعر هنا اللي يقول: جزى الله المصائب كل خير ففي قلبها ولد الرجال. الوجه الآخر إن شئتم ولا؟ تفضل دكتور، تفضل. الوجه الآخر كان للأسف اللي تعاونوا على الإثم والعدوان. يروح يشري بوتاية نتاع الغاز ب 25,000 ولا 22,000 ويغتنم هذه الفرصة ويروح يبيعها ب 120 ب 150,000، يبيعها لأناس محتاجين. يستثمر يعني يستغل فرصة الضيق والمحنة هذه باش يربح. وطبعا هذه في واحد مثل قبالي عظيم، واش يقول لك: لن وقاذي تعيشين ذي الحيف، لن وقاذي يضمعن الربح ذي ثواغث. كاين اللي يعيش في الألم، يعيش في الأذى، يعيش في الضيق، وكاين اللي يستغل هذه الظروف الصعبة باش يتاجر ويكسب الأموال. للأسف الشديد هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. وكاين شبكات في هذا الإطار اللي تعاونوا على العدوان. طبعا هم قلة، ولكن نحن بودنا أن ننبه هؤلاء الذين يتعاونون على الإثم والعدوان، نقول هذا التعاون مرفوض بجميع المقاييس الشرعية والعقلية المنطقية والاجتماعية والأخلاقية، خاصة في هذه الظروف. وأذكر الجميع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أما نحن كخلاصة نهائية أقول: الأزمات، تعلم الأزمة تلد الهمة حقيقة. وكذلك ربي جربنا أخي أحمد بكري العجيز نتاوعنا وزمان، فعندهم ثقافة الأزمة هذه أكيد. عندهم استشارة في المستقبل. تلقى العجوزة ما هي قارية لا في معهد نتاع المناجمات ولا في معهد الاقتصاد والتسيير، ولكن تحضر نفسها للأزمة. قبل ما يجي الشتاء الحطب كاين، الله يبارك، كل شيء كاين. الكوفي هذاك المخزن فيه القمح وفيه الشعير وكاين الزيت وكاين يحفوفن يغمان، خير ربي الله يبارك. إذا بقى الثلج شهر ما كايش خوف، بارك الله فيك، ما كايش خوف. ولكن الآن هذا امتحان أيضا لنا جميعا باش ننتبه، باش نحضروا أنفسنا لهذا الأمر. أما ثقافة النصرة نتمنى ألا تكون موسمية، أن تكون ثقافة النصرة وثقافة التعاون على البر والتقوى دائمة في حياتنا. أحسن الله إليك دكتور سعيد بوزري، وشكرا جزيلا على ما تقدمت بها. نحن مشاهدينا الكرام ونحن نستشعر بعض الآلام في بعض مناطقنا في الجزائر من خلال ما لحق بهم من هذا الخير الكبير الذي فيه ابتلاء لنا جميعا. نتمنى أن هذه الرسائل الواضحة التي تقدم بها الدكتور سعيد قد وصلت للمعنيين، هكذا لنحافظ على الخير بيننا طول العام بحول الله. على بركة الله مشاهدينا الكرام، نبدأ باستقبال مكالماتكم الهاتفية، ومن العاصمة نبدأ الحلقة. أختنا فيروز، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك. بارك الله فيك. Permettez-moi de vous parler en français car je ne sais pas bien parler اللغة الفصحى. معليش تفضلي. Vous me restez أخي، بارك الله فيك. الله يبارك فيك. بالنسبة أخي لصلاة الفجر، généralement je prie le moment هذاك. Mais de temps en temps, je veille la nuit pour des causes. Donc, je ne peux pas prier à l'heure exacte. Après, j'ai entendu parler les Marrakech au lever du soleil.
le coup de 10 heures, salat al-fajr. On ne peut pas la faire. C'est-à-dire كاين غير صلاة الصبح. C'est dans ce sens. Tu m'as compris أخي؟ واضح سؤالك. واضح. Tu m'as compris. واضح جدا. بارك الله فيك. Donc, et la deuxième question, si vous permettez, monsieur. تفضلي. soyez bienvenue. Je fais le carême, bon, vous pouvez dire chaque lundi et jeudi. أيوة. Enfin, pour le hasanat, je veux dire. Et aussi, qu'il y a une autre chose pour maigrir un petit peu, pour diminuer le poids. J'ai l'intention pour ceci et pour cela. Une collègue m'a informé, je ne sais pas, tu as perdu l'ajr تاع salat, je veux dire, تاع الصيام. الحسنات je les ai perdues. ما عنديش الأجر تاع الصيام. Donc j'ai l'intention pour maigrir. وانا non, j'ai l'intention pour les deux. سمعتني أخي؟ واضح سي كلير. سي كلير. بارك الله فيك سيدة فيروز. واضح. وفيك أخي. الله ينورك. ربي يحفظك إن شاء الله سيدتي. طيب. شكرا. مع السلامة. الله يسلمك. احنا دائما نحاول أن نكون في خدمة مشاهدينا الكرام. معلي السيدة فيروز مرة ثانية تحاول سيدة فيروز على الأقل بشوية العربية هكذا قدر المستطاع، ولكن لا بأس. نحن لأجل أن نتعلم، المهم أن من يطرح السؤال يكون مرتاح في طرحه للسؤال باش ما يلومناش حاجة عوادي. نعم. من معنا؟ منى من شكرا إبراهيم. أخت منى من العاصمة. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام سيدتي. من فضلك سؤال سيدنا الشيخ. تفضلي. من فضلك كنت تهضر على الابتلاء. أيوة. هل يوجد ابتلاء في الدين؟ أيوة. هل ربي يقدر يبتلينا في الدين ديالنا؟ واضح. كاين سؤال، هل صحيح أن عمر بن الخطاب ابتلي في دينه؟ من فضلك ونحاني حابة يعطيني الرقم تاع الشيخ تاعنا من فضله. أيوة. تاخذ من إبراهيم ولا ترك التليفون تاعها وتصب كما تشاء. ما شاء الله. بارك الله فيك إبراهيم، شكرا جزيلا. هذا سؤال أختنا منى من العاصمة. نبدأ في إجابة المشاهدين إذا ما لم بجاية. أخت نسيمة. أخت نسيمة من بجاية. أخت نسيمة من بجاية. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حابة نسقسي الأستاذ وزيري. تفضلي وزيري. تفضلي. معليش نهضر بالقبيلية. تفضلي لا بأس. تفضلي. تفضلي. في القتل الغير العمدي اللي غنقطع غتنشيش. القتل غير العمدي. شويه مليح الحال من بعد ديس تهششني سوفغيتي فين كوبا. عاود كان ولتما. نعم. انت مشيت بخم بعد الجوات فكيك خاتنا كوزين سوفغيتي دارو كولوا بريتي يمدينا صباح فاتي تموت. أقريني جسك ساعات باش تموت نخاطر نسيت نفس ساعات 15 فرة نخاطر. واضح سيدي. واضح. سؤال ويضمن الطلاق. أيوة. يوني بريسيت مطوفي سيزعف إلا يزعف من بعد بريسيت مطوفي نيس فري غنيس نزلو 3 في 3 كيفري غن في الألف. شحال سيفرا؟ الناس ما لا فرون 3 في 3 كيفري غن 1000 تيكال. 1000 تيكال. الله أكبر. اسك توغالا غورس بلا نخمن شرا نغدين في فراياس. تيجي تم زواروث تيكل تم زورتي سيفرا ديجا فراياس ديجا غادي تيجي تم زواروث. تيك تم زواروث ينيس فريغا. أيوة. من بعد يوغالا غورس ويخدم شرا تيكل تنام ديغني زعفن ينيس فريغا 1000 تيكال. مي سيفرا تم زواروث من بعد شحال يقيم باش يراتيد؟ زعما تروحها تقيم بوخام يوغالا غورس كاين كمية يعدي كان زعفني يوغالا غورس. أيوة. من بعد يعاود يفرايس أكاد النظام يزعف يناس أولا. النوغن تيكل النظام يناس فريغان 1000 تيكال ما فرون 3 في 3 كيفريغان 1000 تيكال. واضح الأخت نسيمة واضح. شكرا جزيلا. شيخ خالد مازال لي سؤال نضال. مازال واحد كم ثلاثة؟
رمضان ستوزم سيغ يضم تسمخالي ستوزم رمضان يتوى استيخل سوار جازيس أمي ستوزم رمضان فهلاش أيوة من بعد الجازيس يقوم يخلص مطانيني خاطر يكسم ربي تزمرتي وستوزم تزوم ضرع. واضح بارك الله فيك. رسالة وصلت. نعم واضح أسئلتك، بارك الله فيك. أخت فريدة من فرنسا. الو. السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تعيش خويا، حبيت نسقسي الامام، عندي سؤال مهم يخص اختي. تفضلي. اختي يسمى زوجت عندها 3 سنين وعندها 2 ولاد صغار، والراجل اللي داتو عندها بزاف المناوشات معاه، تقابض دائما معاه، دائما يتقابضوا، وكل مره يهددها يقول لها راني نطلقك راني نطلقك، بصح ما حدثش طلاق، كل مره يردوها. صافي الاسبوع هذا الماضي تقابضت معاه قباض كبير وهددها، قال لها كون تخرجي من الدار راكي مطلقه ب3. هي خلات حتى ما راح الزوج نتاعها للخدمه، وعيطت للاب نتاعي وقالت له روح ديني. راح الاب نتاعي جابها هي وولادها، عندها 2 بنيتات صغار. كي جا الزوج نتاعها من الخدمه ولا من العمل نتاعو لقاها ما كانش في الدار، جا عندنا للدار. يسمى هو سقساها، قعدوا هكاك يتناوشوا، كل سقساها قال لها دكتوريه واش راكي حابه؟ هي قالت له انا حابه نطلق. يسمى قال لها هو مالا راكي مطلقه ب3، يسمى المره الثانيه. من بعد ولا جاو الولي نتاعو كل، بعد ما جات هذيك الفوضى وكل، جا الولي نتاعو جات امو كل، وقالوا يسمى هذا الشيء ما لازمش يحصل وكل، زعما باش يردوها. المهم كي جاو باش يردوها ولاو قالوا لهم باللي هاد المراه راهي فات طلقها الراجل 2 طلقات، راهي ما عندهاش الحق تولي ليه، دركا راهي قاعده وما على بالناش لا كان يقدر يردها ولا ما يقدرش يردها. هل ترى طلقها قبل هذا ولا أول مرة يطلقها؟ يسمى بقبل كانوا يتقابضوا ولكن كلمة الطلاق زعما هكا يقول لها لي نطلقك، ولا مثلا يهددوا هذه الطلاق هكا يقبض يقول لها روحي ياكي مطلقه، ولا بصح منين ينطقها يلفظها بلفظ واحد فريد. بصح هذه المره الاخرى في الدار نتاعو قبل ما يخرجوا، يسمى احنا اكدنا عليه في الدار نتاعو قبل ما يروح يجيبها الاب نتاعي، قال لها راكي كنت تخرجي من الدار راكي مطلقه ب3. نعم. وكي زاد جا للدار من العمل ولقاها خرجت، كي قال لها انت واش راكي مسحقه دركا، قالت له انا نحوس طلقني. قال لها مالا روحي راكي مطلقه ب3، هذه صلاه كيما نقولوا صلاه بالخميس. قال لها كنت تخرجي من الدار راكي مطلقه، ونهار الجمعه كي خرجت من الدار وجا زعما باش يشوف يسمى، هو ما حطش بلي تخرج صح. كي جا للدار وزاد قال لها واش راكي مسحقه، زاد قالت له راني محوسه نطلق. قال لها هو راكي مطلقه ب3. واضح جدا. هذه اسمها هذا واش اللي على بالنا به حنا وفي الجماعه. من بعد كي جا الولي نتاعو سمع به وكل وجا، يعني قالوا لهم على البنيات هادو يسمى على غش بالكش ولا حنا ما على بالناش. قالوا لهم لا ما يقدرش هذا الراجل يردها، يسمى وشغل طلقها مرتين، لازمها حتى تزوج براجل واحد اخر، ودخلوا فيها تدابير بزاف. درك المراه راهي قاعده عندنا وما على بالناش واش نديروا لها. سمع الجواب ان شاء الله. واضح سيدة فريدة، بارك الله فيك، نجاوبك ان شاء الله بحول الله. بارك الله فيكم، مسيتكم سعيده الله يبارك فيك، شكرا جزيلا. هل سالوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر، فوضاؤكم الذي يجيب عن شغالاتكم الدينية والفقهية. هذه أرقامنا للتواصل، شكرا جزيلا، هذه أرقامنا، تواصلوا معنا حمزة ونحن في خدمتكم. نذكر فقط أن بريدنا الإلكتروني في خدمتكم، خاصة يوم الجمعة مخصص للإجابة عن كل انشغالاتكم عبر البريد الإلكتروني، ولكم أن تتواصلوا معنا وتراسلونا. 21 شارع الشهداء، الجزائر العاصمة، الخامسة، قناة القرآن الكريم من الجزائر، برنامج هلا سألوا. على بركة الله نبدأ نتعاونوا على البر إن شاء الله شيخنا في الإجابة على كل انشغالات من اتصلوا بنا. نبدأ من الأخت فيروز وصلاة الفجر، سؤالها الأول. نعم، الأخت فيروز هي تقول باللي بالنسبة لصلاة الفجر، نعم، كان أوقات ما تصليهاش في الوقت. أولا ذكرها بواحد الآية في القرآن الكريم، رب يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
يعني كل صلاة عندها وقتها، وقتها الاختياري، وقتها الضروري. وهذه موجودة في كتاب مثلا كتاب الموطأ، موطأ الإمام مالك. أول باب، أول فصل اللي بدأ به الموطأ باب وقوت الصلاة، جمع كثرة، وقوت، ما قالش أوقات، وهذه فيها معاني عظيمة جدا. كل صلاة عندها وقتها. طيب هي تقول إذا كان فاتها صلاة الفجر على 10 نتاع الصباح مثلا، قالوا لها باللي تقضي غير الصبح معناتها الفرض. أما الرغيبة، رغيبة الفجر، فلا تقضى. الجواب تقضى إلى غاية الزوال. نوطي على 8 على 9 على 10 على 11 على 11 ونص، الوقت كامل تقدري تقضي في زوج. تقضي رغيبة الفجر كيما تقضي صلاة الفرض اللي هي صلاة الصبح، معنى اللي دو تقضيهم في زوج. إذا كان بعد الظهر خلاص بعد ما الزوال تولي تقضي غير الفريضة. الفريضة لا تسقط، صلاة الصبح يعني الفريضة أو صلاة الفجر، هي صلاة الفجر الحقيقة لا تسقط، تقضيها بعد يوم، بعد 10 سنوات، بعد 20 سنة، هذيك لا تسقط. أما الرغيبة هذيك يعني السنة هذيك نتاع ركعتين، هذيك تصليها فقط ماشي وقت الشروق، كي تطلع الشمس، كي تطلع الشمس يعني بعد تقريبا 20 دقيقة تقدري تقضي الصلاة الرغيبة نتاعك وصحيحة إن شاء الله تعالى ولا شيء عليك. بارك ما الله. عليك حتى إشكال. بالنسبة لصومها الاثنين، بالنسبة هي تقوم الله يبارك راهي تصوم الاثنين والخميس. شغل عندها زوج نيات هنا، عندها نية أنها تصوم السنة، تصوم النافلة، وفي نفس الوقت عندها نية أخرى باش ينقص الوزن نتاعها. وصاحبتها قالت لها الحسنات نتاعك راحت. نبشرك يا الأخت فيروز، نقول لك ما تخافيش، أجرك إن شاء الله ثابت عند الله. لماذا؟ أنت درتي النية الصيام الاثنين والخميس، يعني عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في صيام الاثنين والخميس. الله يبارك، عندك أجر نتاعك ثابت. وأكثر من ذلك درتي نية أخرى أنه باش ينقص ميزانك. وممكن واحد آخر يدير نية باش يبرى، اللي عنده ليلسير باغ اكزومبل، عنده ليلسير ولا عنده بون هذا ياكل على كل، لكن كاين أكلات معينة ينقصها. كاين بعض الأمراض من أسباب علاجها الصوم، وهذه ثابتة يعني علميا سيونتيفيكمون أثبتها العلماء أنه الصيام علاج للأمراض. بارك الله. فبالتالي في الأذان الآن بارك الله فيك. نعم بعد الأذان إن شاء الله نكمل بعض التفاصيل. هل سالوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر. يرفع الآن على مسامعنا آذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للجزائر العاصمة وضواحيها. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. هل سأل عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر. طيب شيخنا، إضافة لما للأخت فيروز من العاصمة؟ نعم، الأخت فيروز نأكد لك بأنه مادام درتي النيتين مع بعض، النية الأولى باش تصوم الاثنين والخميس عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صيام النافلة، عندك أجر إن شاء الله تعالى، نسأل الله القبول. أمين. أما كونك عندك نية أخرى باش تنقصي في الميزان، ولا واحد آخر يدير نية أخرى باش يبرأ من مرض من أمراضه، لأن الصيام هو علاج لكثير من الأمراض، نقول لك أجر نتاعك ثابت والحسنات نتاعك ما ينقصوش وما تخافيش. وصديقتك يا ربي يحفظها، قولي لها يا بنتي لا ما تقوليش هذا الكلام، ما عندهاش حق تقول لك الحسنات نتاعك راحوا، لأنه اللي يمد الحسنات هو الله عز وجل، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أجرك ثابت فلا خوف ولا وجل. بارك الله فيك، شكرا جزيلا دكتور. طيب نروح أختنا منى من العاصمة، حبيت نجاوبوا أولا أختنا نسيمة من البجاية، تفضل جاوبها ثم نعود لأختنا. نعم منى. أختنا نسيمة من بجاية تحدثت عن القتل غير العمدي، يعني لقطة القطة، قالت قطة خرجوها الكلوار وبعدين في هذا الشتاء، طبعا هذه الأيام الباردة، وبعدين لقوها ماتت. نقول لك يا بنتي نسيمة، أوها ربي ثمشيش القطة ساعة غزال دي الشرعي في النار، شرع ربي سبحانه كما أعطلنا أحكام لحماية الإنسان، هناك أحكام لحماية الحيوان. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها. هو هرة عندها قيمة في شرع ربي سبحانه عز وجل، إذا واحد دارها بطريقة عمدية. النبي عليه الصلاة والسلام قال لك هذه ما أعطت لها تأكل ولم تطلق سراحها لتأكل من خشاش الأرض. أما أنتم درتوها هكذا، بعتوها في الكولوار، طبعا الكولوار راهي في البيت وما عندكمش قصد إيقاع هذا الأذى بها، ما عندكمش هذا القصد، فبالتالي لا حرج. ولكن باش واحد يعني يطمئن قلبه، يتوب بينه وبين ربي سبحانه ولا شيء عليه، يعني ما عنده لا كفارة ولا دية وما كان ولا شيء، يعني كساف لوليم ولا شي كفارة ولا شي الدية ولا شي قحيشهم كل يوم يرسد سيدي ربي سينا ربي سمحيه فين خدمه إلها خاطر ولا تسقيث النفس ساعة الروح ذا كان، ولكن الساعة يعني محسوب الديانة الكفارة فتقوض ولاش الخوف. بالنسبة للسؤال الثاني حول الطلاق، السؤال الثاني حول الطلاق، هو كان طلقها طلقة الأولى، رجعها من بعد مرة أخرى في مجلس آخر وفي حالة غضب قالها أنت طلق 1000 مرة. عندي تعليقين في هذا المسألة. تفضل. التعليق الأول هو أنه مثل الطلاق يعتبر طلاق بدعي. النبي عليه الصلاة والسلام جاء واحد الصحابي قالوا يا رسول الله فلان طلق مرته ثلاثة برك، ضربة واحدة. واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ لا إله إلا الله. يعني راكم تلعبوا بكتاب ربي وأنا حي بيناتكم. هذا 3، وهذا صافي شحال زاد 900 وكذا، يعني زيادة علاه. يعني كي يقول نطلقها 1000 مرة ولا 2000 ولا، هذا الكلام كلام لا وزن له، يعني يدير الأذى ويدير الباطل
هكذا بدون سبب. إذن هذا يعتبر طلاق بدعي. ولكن الجواب مادام هناك الطلقة الأولى تمت وبعدين تمت الرجعة، إذن فالطلقة قد وقعت مرتبة لأثارها الشرعية. تفرى في كتام زواروث من بعد ميس يعاود في السنة يفريس طلقة جيو طلقون قرو ما إذا قاس نسميها 1000 مرة. هذا يعتبر طلقة واحدة، يعتبر طلقة واحدة. معناتها كان الطلقة الأولى وكانت الرجعة وبعدين زاد طلقة ثانية تعتبر طلقة واحدة مادام في مجلس واحد. هذيك الطلقات الزيادة تعتبر دي كونفيرماسيون، تأكيدات. فبالتالي إذن طلقتان. ربي سبحانه يقول في القرآن الكريم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الآن المطلوب أنه يرجعها في فترة العدة، والسلام. وبعدين لو كان بدون عقد ولا مهر جديدين، يعني أتي ديار بلا ثامام ثم بلا الفاتحة بلا ولا شيء، ولكن ذي الوقت العدة ولا قالت في العدة ما لو كان سيرنو ثايض كاش نهار بعد الرجعة سيرنو طلقات 3 وقد يغال طلاق بائن بينة كبرى مثورة تعتبر طلقة ثانية رجعية. هذا هو بلا ما نعلق على الطلاق في الغضب إلى آخره لأنه فيه تفاصيل في هذا الموضوع. حنعتبرها وقعت باش هو ياخذ حذره وإن شاء الله ما يزيدش، لازم يبعد كاع من دماغه من القاموس نتاعو كلمة الطلاق. بارك الله فيك. سامحني عندها سؤالها الثالث، ولكن أغادر إلى سؤال فريدة من فرنسا لارتباطه بالطلاق أيضا. تفضل دكتور ثم نعود إلى سؤالها الثالث. بارك الله فيك أخي أحمد، ما شاء الله تسير حكيم. أخت فريدة من فرنسا قالت باللي هي أختي تزوجت منذ 3 سنوات، عندها 2 بنات وكذا، وكان زوجها يهددها بالطلاق. هذاك التهديد بالطلاق لا شيء فيه. يقولها لو كان ديري هكذا ولا بلا ما يعني يهددها بالطلاق. يجي نهار نطلقك يقول كما يحب، وإن كان المفروض الكلمات هذه لازم يبعد. يا عجابة، يعني ما كانش كلام يقولوا باش يزيد يدور حول الطلاق. لماذا يحوم حول هذا هو دكتور المشكلة أنه يبدو أننا لا نقيم وزنا لما نقول. بارك الله فيك. الأحكام قائمة على ما تقول الألسن يعني. نعم. الكلمة أمانة. أو ربي سبحانه يقول في القرآن الكريم اللي بغى يرجع الأخت فريدة، شوفي الآية 18 من سورة قاف فيرسي 18 واش تلقاي فيها؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نديروا حصة إن شاء الله افتتاحية على هذا إن شاء الله. فكرنا كاش نرى سي أحمد إن شاء الله. هو الكلمة ويزيد واحد يلعب كلمة نتاع الطلاق ويتم بنات ويتم ولاد إلى آخره. والأحكام الشرعية مبنية على الكلمة. لا يجوز باش نستهزوا بالكلمات، خاصة الكلمات الخطيرة التي تدمر أسرة. ينهار هذا عش الزوجية بسبب كلمة تقال. أكثر من ذلك أنه هذا الطلاق هذا اللي راه يدمر البيوت، لازم واحد يدير في باله بأنه حتى الأولاد يتشردوا. غدو وليدوا ل 20 سنة 30 سنة يقابلوا يقول يا بابا علاش واش داك طلق يما وأنا من حقي باش نعيش بين بابا ويما، لماذا أحرم من حنانكما من أحضانكما لماذا؟ ولكن دائما الندم هكذا. بعض الناس يقول كان غضبان وكيغضب من بعد، اللي يغضب راحته، ولكن يبعد من هذه. ربي قال في القرآن الكريم والكاظمين الغيظ، ما قالش ما تغضبوش. إذا جاء واحد زعف فيك زعف، ولكن يكون عندك الإفراء، فريني روحك. ربي قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس الشديد بالسرعة. بعدين بين شكون هو الشديد، الراجل الفحل. قال الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الله يبارك. فبالتالي هددها هذه كلها لا يقع بها الطلاق. وبعدين كي قالها إذا خرجت من الدار أنت مطلقة، نقول هذا طلاق معلق. خرجت يقع الطلاق. يقع الطلاق بوقوع الشرط. صافي هذا كنعتبروه طلقة. ولكن بالخميس اللي صارت بالجمعة راح ليهم وبعد قال واش حبيتي وكذا، قالت له حبان نطلق. ومما هي ثاني واش دها يعني، قالها واش حبيت، تقول حبيت نرجع، وما عندهاش الكلمة هذه في قاموسها باش تروح مباشرة حبيت نطلق. لا مشكلة الكلمات يعني اسمح لي حتى أختك يعني الأخت فريدة قولي لها واش داك، هو قالها واش حبيتي، تقول حبيت نرجع لك والسلام. علاه الناس يعني زعما الزعامة المزيفة. واحد مثل بالقبالي والغير رائع، يقول لك
في ظروف صعبة الرقمة ذوال حاشكم حاجة قدركم في سوسف ذمان مع واحد إذا كان السب واحد مش مليح، ولكن في النهاية السبب هو كلام. زيد يقول لك حاشكم حاجة قدركم البصاق ما لو كان نرفدوا البصاق نديروه في لابوراتوار في المخبر واش يجي يخرج ما. يعني هذه الحكماء اللي قالوه باش الإنسان كي يغضب ما يلزمش يعني يبني على غضبه مواقف وأحكام وبعدين يدمر كل شيء من بعد يندم. لذلك يقول لك الحكيم الغضب أوله جنون وآخره ندم. نعم حقيقة. فبالتالي إذن هي قالت له حبيت نطلق وهو قال أنت نطلقها بالثلاث. الآن نقول لك يا أختي وتحفظ في هذا الجواب. علاش نقول نتحفظ؟ خاطر نتمنى هؤلاء نهضروا معهم مباشرة. إذا كان الأمر تلقى وحده ولا نقدروا نفريوها عن طريق الهواء مباشرة عبر الهواء سهلة. أما كي يكونوا بزاف طلقات أنصحوا بالآتي: يتصلوا بينا ولا بأي مفتي اللي يفقه شرع الله عز وجل يهضروا معه. كاين دي كيستيون ريبونس مباشرة نسقسيوهم وبعدين يسمع الفتوى الدقيقة في الموضوع على حسب المعطيات التي تقدم. ولكن بناء على هذه المعطيات نقول باللي هذا يعطى إذا اعتبرناها طلقة ثانية راها مازال طلقة ثالثة عند من يقول باختلاف المجلسين. خاطر كاين مجلس وكاين خاطر كاين يقول لك لا مادام طلقها وطلق ولم تتم الرجعة معنى هذه تعتبر تأكيدات. ولكن نديروا أسوأ الاحتمالات أنه كاين طلقة هذيك الطلاق المعلق على شرط الخروج وكاين طلقة ثانية بالجمعة الخميس والجمعة. يعني خير الأيام حتى الأيام خيرها يعني باش يطلق الخميس والجمعة. فبالتالي نقول هناك طلقتان نصحهم بالآتي أنه يتراجعوا يرجعها في فترة العدة هذه يروح الزعاف ويرجعها. وماذا بك ينصح كي هو كي هي خاصة هو اللي راه يستخدم مثل الطلقات. وإن شاء الله ما كان حد شيء ما هذا ليس طلاقا بائن بين كبرى ليس طلاقا بائن بين كبرى. خاطر في هذه لازم تتزوج بزوج آخر. ولمزيد من التفصيل والبيان تواصلوا معنا أو مع الحصة مباشرة. بارك الله فيك شكرا جزيلا. طيب أختنا فريدة إذا كان فيه أحيانا طبعا شيوخنا يكونوا أحيانا أكثر يعني مشغولين بزاف. طيب الإيميل تواصلوا بشكل تفصيلي يعني تقدر تكتب الأمور التفصيلية عبر البريد الإلكتروني وشيوخنا الشيخ الدكتور موسى والشيخ محمد يجاوبوكم يوم الجمعة إن شاء الله رفقة زميلنا محمد واشم الذي يشرف على هذه العملية. طيب نعود ونرجع لأختنا نسيمة وسؤالها الثالث لأن ربطت سؤالين معا. تفضل شيخنا. أختنا نسيمة بالنسبة لزوجة خالك مريضة مادام هي مريضة المرض الذي لا يسمح لها بالصيام فهي من أصحاب الأعذار. يجوز باش تفطر عادي رخصة من رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا كان يعني لا يرجى برؤها يعني لا يرجى شفاؤها خلاص تولي هنا تفديه. يتقدموا هنا في ميران ذكرنا هنا حوالي 25 دينار عن كل يوم أو 33 دينار 3000 تقدمها للفقير. واللي ذا وكلاته جاء عندهم فقير كلا عندهم الله يبارك وربي يتقبل من هذاك الصيام كي هذاك اللي صام كيف سيدي ربي يقبل. ولكن تقول زوجها ما حبش يدفع. زوجها ينصح باش يقدم هذا المبلغ. هذه زوجته هذه مات أولاد واللي تعبت في الدار صحيح. يقدم هذاك المبلغ ما فيها ولا شيء مبلغ بسيط جدا. ولكن إذا تعسف ونقولها بهذه اللغة إذا تعسف وما حبش يقدم هذيك الفدية لا إثم عليها ما عندهاش إثم. نعم. وباش طمان أكثر الأخت نسيمة نقول لك إذا سلب الله ما وهب أسقط ما أوجب. نعودها لك ولغيرك. إذا سلب الله ما وهب اللي هي الصحة أسقط ما أوجب. إذا كان زوجها قدم هذيك الفدية الله يبارك إلا ما قدمش تطمئن وتتساقل وذي قبل ربي إن شاء الله في اللاس ورسائل دنوف ورسائل ثام أتتصل دي لهنا دي ثلوث. الله يبارك فيك. دكتور اسمح لي يعني عندك اليوم الله يبارك طاقة ربما الثلج في تيزي وزو يعطي طاقة ما شاء نعم. الله يبارك. ثلوج بقدر ما الله يبارك يعني تعطي هذاك الجمال كي البروس اللي يلبسوه الله يبارك فيه ببايض ما شاء الله. والفرح والخير نتاع الثلج خير كبير جدا. بارك الله. وبالمناسبة والله غير الألفة والأخوة والمحبة اللي جابها هذا الثلج ماشي غير الماء يعني شيء كثير جدا. فقط نتمنى
أن نتشبث بقيم الخير والتقوى طول العام بل طول العمر إن شاء الله. الله يبارك فيك. يكون عندنا ثقافة شكر النعم أيضا. نعم. لأنها مهمة شيخنا. نعم. طيب دكتور، احنا خلينا سؤال الأخت منى لأنه فيه تفصيل جميل هكذا حول فلسفة الابتلاء، وكنا بدينا أيضا الحديث عن الابتلاء في بداية البرنامج، ولكن لا بأس أيضا تستنى معنا شوية الأخت منى. أختنا هجيرة من العاصمة أعطتك سؤال فيه نوع نعم. من التعقيد إن شاء الله، وكل العائلة أيضا تقول أنها تشاهد. تفضل بالإجابة عن الأسئلة. الله يبارك. الأخت هجيرة من العاصمة، إن شاء الله الآن تبعيني أما أنت ولا العائلة كامل، لأنه هذا الجواب أجبت عنه في يوم من الأيام، ولكن طلبت المزيد والتوضيح الآن نشرحه لك إن شاء الله تعالى. نعطي بعض المعطيات باش حتى السادة المشاهدين يتابعونا. تفضل. كانت امرأة هي جدة السائلة على كل حال، جدة الأخت هجيرة. هذه الجدة ماتت في سنة 2000 هكذا. هي عندها 3 بنات وعندها 3 أبناء، وعندها 2 بنات ماتوا قبلها. 3 بنات و3 أبناء مازالهم أحياء، هم عايشين إلى الآن. ولكن عندها بنت ماتت قبلها، ماتت في 1994. هذه اللي ماتت في 1994 خلات 3 بنات منهن السائلة هجيرة، وخلات 3 أبناء. طيب، وعندها بنت أخرى ماتت في 2003 بلا عقب، يعني ما عندهاش أولاد. وهذا الجدة نتاعك يا الأخت هجيرة عندها شقيقها الذي مات قبلها، ولكن هو ترك وصية. مفادها الوصية، خلى الوصية هذه لمكفوله هو يعني مفاد هذه الوصية قال له لربه هو، قال له أنت تشرف على توزيع الميراث على الورثة. طبعا هذا خلل وهذا خطأ بالمناسبة. اللي يشرف توزيع الميراث بالأنصبك هو رب العزة سبحانه وتعالى، باش يدير مشرف بأي حق هو يدير مشرف، يعني مادام الميراث نتاع الوالد نتاعو، يعني هو يعتبر وارث لو كان حيا، ولكن هو مات قبلها، إذن هو ليس وارثا. هذه في مسألة فقط باش نوضح هذه المسألة. ومن بعد الأخت هاجرة تقول حنايا أولاد المرأة اللي ماتت في 1994 طلبنا حقنا أولاد، وهذا كل ورثة، يعني 3 بنات و3 أبناء اللي خلاتهم الجدة نتاعك، قالوا لكم ما عندكمش الحق في الميراث هكذا. أم بعد شفتوا هذا المكفول اللي خلاه شقيق الجدة، قلت له أعطيونا حقا في الميراث، قال لكم لا حق لكم إلا إذا أفتاكم الإمام الفلاني، ما نذكرش الاسم تاعه. نعم أحسن. طيب، هنا عندي تعليق في هذه. أولا باش نختصر الفتوى في شخص واحد هذا خطأ، وفوق كل ذي علم عليم. سبحان الله. لا أحد في الدنيا يزعم أنه يملك مفاتيح العلم المطلق حقيقة. نعم، وفوق كل ذي علم عليم. طيب، ما كانش خال إذا كان يعني يختار إمام الأئمة فيش حرج، ولكن حتى ذلك الإمام يجب أن يناقش. صحيح. يناقش في المسألة. طيب، طبعا هما قال لكم باللي ما عندكمش الحق. الجواب من الناحية الشرعية يا الأخت هجيرة، أنتم عندكم الحق في الميراث في حدود الثلث. أولاد المرأة التي ماتت في 1994 خلت 3 بنات وخلت 3 أبناء، هذون الأحفاد هذون عندهم الحق في الميراث بتطبيق قواعد الوصية الواجبة. ممكن تقولي لي ولا غيرك يقولوا لي واش من الدليل، نقول لكم هذا من الناحية الشرعية افتوا فيه العلماء بأدلة شرعية، منهم الإمام الطبري وغيره من أئمة العلم. وهذه الفتوى لها أصول متصلة بالقرآن والسنة، وهما المصدران الأساسيان للإفتاء. واضح؟ وقت الحصة ما يسمح ليش باش ندخل في التفاصيل. أكيد. أكثر من ذلك من الناحية القانونية يا أخي أحمد، ولي الأمر تبنى هذه المسألة، قال لك هذو اللي ماتوا، يعني المرأة اللي ماتت في 94 يعني قبل الوالدة نتاعها اللي مات في 2000، ولادها يورثوا طبقا لقواعد الوصية الواجبة أو التنزيل في المواد من
إلى غاية 171 172 169 170 171 172 من قانون 84/11 اللي هو قانون الأسرة الجزائري اللي صدر من البرلمان الجزائري. ولي الأمر تبنى هذه المسألة ورأي الحاكم يرفع الخلاف. إذن من الناحية الشرعية توارثوا، من الناحية القانونية توارثوا، وإحنا موجودين هنا لمناقشة هذه المسألة مع أي كان لبيان هذه المسألة. دكتور كيل يطرح سؤال النسخة الفرنسية والنسخة بالنسبة لهذه المسألة نعم، قانون الأسرة صح بالنسبة للنص الفرنسي والنص العربي. النص العربي يتكلم عن الأحفاد، وإحنا عارفين في اللغة العربية كلمة الحافيد معنى ينطبق على الذكر والأنثى معا. كما الولد، حنا في الدرجة نقولوا عندي زوج ولاد وزوج بنات، خطأ، المفروض نقولوا عندي 4 ولاد. نعم. وبعدين يوضح الأبناء والبنات. نعطيك الدليل من القرآن: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لفظ الأولاد نعم. يشمل الذكر. وعند الاختلاف نطبق النص العربي ولا نطبق النص الفرنسي. والسادة علماء القانون يقولون هم يتبعون في هذا الموضوع، نقولوا النص العربي هو المرجع، ونتمنى معالجة هذه الاختلافات بين النص العربي والنص الفرنسي في جميع قوانين الجزائر. بارك الله فيك دكتور وربي يحفظك إن شاء الله. إن شاء الله يكون الأمر واضح بشكل كبير لأختنا هاجيرة وينتهي هذا الخلاف بحول الله. طيب نستقبل مكالمة ثم نعود إلى ما تبقى من أسئلة. إبراهيم محمد سيدي بالعباس، السلام عليكم. من سيدي بالعباس محمد. شيخ نسألك واحد المسألة تاع عندي فتاة حبيتها. تفضل تفضل. حبيت نتزوج بها وولدي عرضني في هذه المسألة. أي تفضل. عرضني في هذه المسألة إلا بسبب شيء واحد، هو خوتها شغل يشربوا المسكرات ولا يستعملوا المخدرات، يبيعوا المخدرات. وانا على فتاة شغل يتيمة، وبغيت ندير حاجة كيما هكذا، انا شغل مع ربي سبحانه وتعالى بغيت نوقفها من هذا المكان، ووالدي عرضوني في هذه المسألة. ايوه، والديك راهم يشوفوا البرنامج خويا محمد. والسؤال الثاني: ما هو حكم الاختلاط في الثانويات والجامعات؟ شحال في عمرك محمد؟ محمد بارك الله فيك. الله يبارك فيك. ربما محمد ما كانش يسمعني، انه اردت ان اسال سؤال اذا كان محمد في الثانويه او في الجامعه. عبد الرحيم تيزيوزو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. واش راكم صافا؟ الحمد لله عبد الرحيم. الحمد لله. مرحبا بك يا سامح. الحمد لله. انا اشتقناك في تيزيوزو يا شيخ. انا موجود يوميا ان شاء الله. انا غير نهار في العاصمه، الباقي كاع في تيزيوزو. الله يبارك. الله يبارك فيك. مرحبا بك. عندي واحد السؤال. تفضل. حنا شباب كي ندخلوا للجامع باش نصلوا صلاه الجمعه، ايوه، نلقاو شباب اخرين يريحوا في الساحه تاع الجامع ويسمعوا الخطبتين كلش، بعد كي تكون اقامه الصلاه اللي يدخلوا داخل الجامع. بارك الله. والشباب هذو كي يدخلوا ما يديروش تحيه المسجد. ايوه. الو نعم. ياك شيخ، اذا كانت ساحه الجامع تعتبر من المسجد، هل تسقط عليهم تحيه المسجد ام لا؟ واذا كانت لا تعتبر من مساحه المسجد، اسك الجمعه تاعهم بدون خطبتين جايزه ولا ماشي جايزه؟ نعم، واضح عبد الرحيم. بارك الله فيك. واضح. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. لم يبقى الكثير من الوقت يا ابراهيم. مراد فرنسا. مراد من فرنسا. مراد بونجور. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك مراد. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كي راك يا شيخ؟ لاباس؟ الحمد لله مراد، ربي يحفظك. عندي واحد السؤال بالنسبة للزوجة تاعي. ايوه. عندي واحد السؤال بالنسبة لتاعي. ايه؟ الزوجة تاعي. الو يا مراد نانا نسمعوك. الزوجة تاعي بابا توفى هنا في فرنسا. كان يخدم في فرنسا شيخ. كان مريض
ومن بعد كيبرا الشيخ ما صامش رمضان وما كلي. ما صامش؟ ما الحكم في ذلك يا شيخ؟ واضح يا دكتور. لم يصوم رمضان وما صلاش. مراد؟ وما صلاش. هذا هو السؤال تاعي يا شيخ. وعاش مدة وبعدين مات وما قضاش أيام وما قضاش صيام. مات عاش كان هنايا في ليزاني تاع من 70 حتى ل 80 مش ملعمت. ومات في مات في 90. واضح مراد. واضح بارك الله فيك مراد، واضح جدا. بارك الله فيك يا شيخ، الله يحفظك. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا. طيب لم يبقى الكثير من الوقت ونجيب على الأسئلة المتبقية، ونستسمح مشاهدينا الكرام غدا إن شاء الله لقاء جديد ونحن في خدمتك. أخت منى من العاصمة طرحت قضية الابتلاء، هل يوجد ابتلاء في الدين؟ هي مسألة كبيرة، لهذا أخرت الإجابة عليها شيخنا سعيد لأن فيها حديث كبير. وهل صحيح أن سيدنا عمر ابتلي في دينه؟ نعم. أولا نجاوبك بسيدنا عمر. نعم. ربي سبحانه عز وجل يبتلي جميع الخلق. نعم. جميع الخلق بلا استثناء. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء وأشد الناس بلاء، حتى صفوة الخلق الأنبياء والمرسلون ابتلاهم الله عز وجل، ليس كذلك؟ صحيح. ابتلى الله عز وجل الجميع، ولكن قدوتنا في ذلك هم هؤلاء الصفوة النبيون والمرسلون. صحيح. شوفوا كيف كانوا يواجهوا الابتلاءات، صح. وهم قدوتنا العليا، وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي اجتمعت فيه الصفات التي تفرقت عند غيره. صحيح. عمر الخطاب كله أثير عنه أنه قال كل ما تصير له مصيبة قال لك نفرح لها 3 فرحات. الفرحة الأولى أنها لم تكن أكثر مما كانت عليه. الله. حنا نترجموها بالدرجة هكذا ولا أكثر. هكذا ولا أكثر. واحد دار اكسيدون، حادث سيارة وسلك، قولوا شي مخلوف، هكذا ولا أكثر. الحاجة الثانية قال لك أنه أجر هذه المصيبة، وأنا أواجه المصيبة والابتلاء بالصبر، وبقدر الصبر يكون الأجر. إذن هذه فرحة ثانية. وربي قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والفرحة الثالثة قال أنها لم تكن في ديني. الله. يعني الابتلاء في الدين هذا واحد. إذن يا أختي نقول لك سيدنا عمر كان هو طبعا من الصحابة الكرام الخلفاء الراشدين، ونموذج رفيع جدا في الإيمان وفي التقوى وفي اليقين وفي الصبر إلى آخره، وإلى أن مات شهيدا، شهيد المحراب، محافظا على دينه كاملا. والوقت لا يسمح باش نفصل في سيرة عمر الفاروق. أما الابتلاء، هل ربي سبحانه وتعالى الله عز وجل بكل شيء. علماء الشريعة يقول لك، وعلماء العقيدة أيضا يقولوا لا، يعني كلمة جامعة باختصار، يقول لك علاش قلت في مقدمة الحديث ربي يجربنا بما يشاء سبحانه. ما عندناش اللي عنده فيش دو بطاقة الرغبات يقول له بما أبتليك يا فلان يا أحمد ولا يا سعيد، ولا ربي جربنا نقول مرحبا بالله الله. ولكن حينما نبتلى يجب أن نخرج من ذلك الابتلاء ونتعامل مع الابتلاء وفق سنن. هذه السنن كما دارها ربي سبحانه في الكتاب والسنة. إذا بقى الوقت إن شاء الله في فرصة أخرى سنجيب بالتفصيل، الموضوع مهم جدا. كثير من الناس يا أخي أحمد تلقاه مؤمن بجميع ركائز الإيمان، قوي إلا هذه الإيمان بالقضاء والقدر. ونفرحك بما قاله الإمام الشافعي: دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء إلى آخر هذه الأبيات الجميلة. بارك الله فيك دكتور، ربي يحفظك إن شاء الله. أخونا محمد بن سيدي بالعباس، والله يعني أراد الطفلة ولكن قضى الله أنه قالوا له الوالدين ما تديهاش لأنه خوتها يتعاطون ربما المسكرات أو المخدرات. إن شاء الله يكون والديك يتبعوا فينا يا الأخ محمد، نقول لهم ربي يقول لا تزر وازرة وزر أخرى. إذا كان خوها يدير المخدرات ربي يهديه، أمين. ولكن بأي حق تؤاخذ الأخت بجريمة أو بجريرة أخيها؟ بأي حق؟ هذا كلام ما عنده لا ساس ولا راس. نقول للملك وربي اللي يقول هكذا، ما نقولوش اش يقول الناس. انا على بالي يقولوا الناس ديو احيانا بزاف امور نديروها على جال الناس ماشي على جال ربي. لا اله الا الله. يقولوا الناس، وهذا معيار باطل. صحيح نراعيو الناس ونراعيو العرف نراعي المجتمع، ولكن إذا كان تعارض، حتى في الشريعة يقول لك العرف لا يؤخذ به إذا تعارض مع آية محكمة
قطعية الدلالة أو مع نص في الحديث قطعي الثبوت والدلالة. إذا قلت زوجها على بركة الله، وأكثر من ذلك هو يقول يتيمة، هكذا سمعنا. نعم صحيح. الله يبارك، عندك أجر زيادة، الله يبارك. تتزوجها وهي يتيمة ويقول إنقاذا لها، ربما قال هذه الكلمة، سمعت يعني شيء من هذا شيء من هذا. الله يبارك، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. مبروك عليك، وإن شاء الله ربي يسخر مواليك باش يقبلوا ويحضروا في هذا الزواج، وإن شاء الله هذا العرس هو اللي يكون سبب، وهذه النسبة هذه باش أنت تتواصل مع نسيبك، لأنه هو نسيبك، خذ زوجة، وإن شاء الله تكون سبب باش ربي يهديه إلى سواء الصراط. ما نقولوش هذا في المخدرات معنا خلاص حكمنا عليه يكون إلى الأبد أنه يكون يتعاطى المخدرات أبدا، وربي يهديه هو أيضا، ويتم الزواج بخير إن شاء الله. دكتور طيب، سؤال محمد في الاختلاط، احنا دايما الواحد لما يكون في الثانوية والله في الجامعة يجي هذه الإشكالية، وأحيانا يقولوا له غير بطل الدراسة تاعك، اختلاط وألف دليل في الاختلاط. ماذا تقول لمحمد؟ والله تمنيت يكون كان الوقت باش نجاوب مليح في هذا الموضوع. عندك لماذا علاه؟ لأنه أحيانا بزاف اللي شبابنا وكذا وبناتنا يتعطلوا في الدراسة بسبب هذا. بارك. يعني تمشي في الكار معليش، تمشي في السوق معليش، في الطريق معليش، في كل ما، أما كي تدخل في القراية حرام، يقول حرام. وكان اللي خرجوا من الجامعة واللي خرجوا من الثانوية. يا أخي محمد إن شاء الله يكون عندنا وقت آخر نفصلوا في الموضوع نتاع الاختلاط من جهتي أو من جهة أحد إخواني من خلال هذا الفضاء، ونعدك بالإجابة عن هذا الموضوع في الوقت المناسب إن شاء الله تعالى. طولت على عبد الرحيم. نعم. لا أدري إذا كانوا هذيك الأسئلة نتاع لا، عبد الرحيم نجاوبوهم بعد الرجوع إن شاء الله. نعم يا أخي عبد الرحيم، أولا بارك الله فيك، لأنه من غيرتك على الدين سيعطيس من في الدين كيبارك ربي يعطيك الصحة. لأن صلاة الجمعة جماعة الخير من تعظيم شعائر الله عز وجل، باش واحد يعظم شعائر الله عز وجل يجي يلتحق بالمسجد، وكلما التحق باكرا كلما نال الأجر الكبير. ولكن كاين ظاهرة للأسف الشديد، الإمام يدير الخطبتين ولا في وقت الدرس ولا في الخطبتين وهما يدوروا في الساحة يصولون ويجولون، كي يسمعوا قد قامت الصلاة ويلتحقوا. باش نقول الجمعة تاعهم باطلة ما نقولش، صلاتهم صحيحة، ولكن أجرهم ناقص. أيضا وعد آخر التزموا به، لأن هذه ظاهرة نتكلموا عليها، حتى اللي ما يحضروش في الدروس وكذا بدعوى أنها بدعة، لأن الأمور متعلقة بعضها البعض. يا أخوي عبد الرحيم الله يحفظك، ونوعدك إن شاء الله في أول فرصة تتاح في هذا المنبر نجاوبك بالتفصيل عن هذا السؤال. سؤال متبقي دكتور في الثواني والدقائق الأخيرة. عبد السلام من فرنسا، نصاب الزكاة هل كيف يزكي عبد السلام؟ نعم سي عبد الرحيم، يعني ما حبيش نفصلوا معك لأنه هذا صاحب السؤال على النصاب في فرنسا. نقول له نصاب الزكاة هذه السنة 3485 أورو. أيوة بالأورو يعني 3485 أورو. اللي عنده هذا المبلغ 3485 أورو أو أكثر ودار عليها العام، معناه النصاب متحقق، لازم يخرج 2.5%. كما احنا في الدينار الجزائري 47 مليون و500. في فرنسا هذا المرة يعني في أوروبا 3485 أورو. نسأل الله التقبل أن يتقبل من الجميع. دكتور بويزري شكرا جزيلا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، وغدا بحول الله لقاء جديد. شكرا للفريق التقني بقيادة حمزة كمال. السلام عليكم.